تعملي اللحمه بالطرق التقليديه اركني كل الطرق اللي فاتت واتبعي الطريقه دي. النهارده هنعمل اللحمه على الطريقه اليمنيه، طريقه سهله ومميزه وما بتاخدش وقت وطريقه عبقريه، طريقه هتودي اللحمه في حته ثانيه خالص. اول حاجه صدمت اللحمه زي ما انتم شايفين، لازم تتصدم وتسمعوا كلمه كش دي علشان اللحمه عباره عن عقد دمويه، فلازم احافظ عليها بان انا اصبنها على النار واحافظ على الغفاره الداخليه. وقلبت اللحمه اول ما خدت اللون الذهبي الفاتح اللي انتم شايفينه القمر ده. واهم ما في الموضوع اوعي تغسلي اللحمه، لان اللحمه عباره عن ميجلوبين اللي هو مليان بالحديد، والميجلوبين ده بيبقى في العضلات بتاعه اللحمه وبيبقى مليان بعنصر الحديد، فلو غسلنا اللحمه احنا بنفقد عنصر الحديد اللي هو اهم ما في الموضوع. بعد كده هنزل بالميه المغليه زي ما انتم شايفين، لازم تكون ميه مغليه يا حبايب قلبي، لازم 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 تكون ميه مغليه عشان ما افقدش العصاره بتاعت اللحمه اللي انا حافظت عليها في الاول. بعد ما اللحمه خدت نص سوا هبدا احطها في نص الصينيه هنا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله اهو. حطيتها في نص الصينيه وهجيب بصل واحطه داير ما يدور كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. بعد ما رصيت البصل هرص الطماطم انصاف زي ما انتم شايفين، او تجيبوا طماطم كرزيه اللي هي الصغيره اللي بتبقى مستواها صغير. وبعدين احط فلفل احمر واخضر زي ما انتم شايفين كده وافرقه اهو عشان يديني نكهه ويودي لي الطعم في حته تانية. وهاجي بقى هنا معايا التوابل، معايا روزماري وزعتر بابريكا ملح فلفل اسود، هي دي البهارات اللي هتتحط على اللحمه بالطريقه اليمنيه. الفلفل الاسود بيدي شعور للعقل وللسان بالشعور بباقي النكهات والاحساس بباقي النكهات، تمام. والبابريكا بتديني اللون المميز، والروزماري فيه مضادات اكسده هو والزعتر، فكل ده بستفاد منه. تاني حاجه هجيب معلقتين صلصه عليهم على البهارات دي زي ما انتم شايفين، نص كوبايه زيت، ويا ريت يفضل زيت زيتون، ولو ما فيش زيت زيتون يبقى زيت نباتي، وكوبايتين شوربه من اللي انا عملتهم او كوبايتين ميه واحط مكعب مرقه، وابدا ادوب النكهات دي زي ما انتم شايفين كده، ادوبها كويس جدا. وهبدا اوزع النكهات التحفه دي على اللحمه وعلى الطماطم وعلى البصل والفلفل. الله الريحه تحفه يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. وهدخلها الفرن ونشوف بقى هنقدمها ازاي. واهي يا حبايب قلبي لسه مطلعاها دلوقتي اهو ومولعه نار والريحه طالعه، مش قادره اقول لكم، لو شميتوا الريحه تقوموا تعملوها دلوقتي. الطريقه دي جامده جدا يا حبايب قلبي، اتبعوا الخطوات واتبعوا النصايح. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.